النهارده هنعمل مع بعض كشري مصري. هنعملوه كده على اصوله كده، بتاع الحلل الكتير ده، والبصله كده المقرمشه كده اللي هتاكلي منه طبق واتنين، وبالدقه الحلوه. وتعالى نسمو بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. من اول مره بقى بتشوفوني كده وبتنور القناه بتاعتي، ما تنسوش تعملوا لي لايك حلو كده من ايديكم، وما تنسوش تشتركوا معايا وهتشوفوا احلى فيديوهات. تعالوا بقى مع بعض كده واحده واحده كده نشوفوا الكشري المصري اللي هنعمله احلى من بتاع بره واحلى من بتاع المطاعم. ماشي، هنسمي بسم الله كده. هنعمل اول حاجه هنعملوها في اكلتنا، هنعملوها البصلايه. عايزه بصلايه كده مقرمشه كده وزي بتاعت بره ويمكن احلى كمان. احط معلقتين دقيق على معلقتين نشا، طبعا معلقتين محترمين كده كبار يا حبايبي. وهنغلفوها كلها كده بالدقيق والنشا. وهنجيب المصفى بتاعتنا ونصفي بيها هنصفي الدقيق الزياده كله، ونحطها في شويه زيت محترمين كده. كمية الزيت دي كلها انا هستعملها تاني، يعني ما تقلقيش ان انا حاطه كمية زيت كتيرة، لا انا هعملها للبصلاية، هعملها للمكرونة، وهعملها للرز، وهشتغل بيها الصلصة وكله يا حبايبي. فكمية الزيت اللي انا حطاها للبصلاية كلها هستعملها. عايزة اقول لكم بقى على القرمشة وعلى الجمال، لو كان الفيديو بيطلع صوت كنت وريتكم صوت القرمشة بتاع البصلاية. ماشي، انا سلقت بقى هنا المكرونة بتاعتي سليق كامل. ده برضو من اسرار المطاعم ان هم ما بيبخروش المكرونه في الحله تاني، بيسلقوها بس سليق كامل، ويحطوا لها زيت وبيسيبوها كده. معانا حمص الشام هنحطه برضو على النار، هنحط له بصلايه وطماطمايه. وطبعا عشان بياخد سوا جامد فاحنا هنرجعه لورا كده ياخد سوا على مهله خالص. ومعايا برضو بقيه الزيت، يعني شفتوا بقى كميه الزيت دي هعمل بيها الاكله بتاعتي كلها. هعمل بقى هعمل رز بشعريه. تمام كده. وزي ما قلت لكم هي الاكله بتاعتي كل حاجه هعملها لوحدها، بس هو الرز بشعريه بس اللي هعمله مع بعض كده. طبعا انا بقلي الشعريه بتاعتي بخليها ذهبي كده، وبغسل الرز وبفضيه عليها واديله تشويحه وبحط له الملح والميه بتاعته. بس كده، ما بياخدش اكتر من كده. طعم بقى الزيت بتاع البصلايه بيدي بقى نكهه، نفس نكهه المطعم زي ما بتشتريها بالظبط من بره. وده سر من اسرار المطاعم والكشري اللي بتجيبيه من بره. وعلى الاقل بتعمليه في بيتك انضف وحاجه مضمونه، وبتحطي زيت نضيف وبتحطي كل حاجه. طبعا في بيتك بقى مش هتعملي انضف من كده ومش هتعملي احلى من كده. هعمل برضو هعمل الدقه بتاعتي، لا انا هعمل الصلصه بتاعتي هعملها برضو بنفس زيت البصل. يعني انا كده ما هدرتش زيت البصل خالص، وبتديله تطعيمه للاكل كله، بيدي تطعيمه للكشري. يبقى السر بتاع سر المطعم او سر بتشتريه من بره، الكشري بتاع بره الزيت بتاع البصله، الزيت وكل حاجه تعمليها لوحدها. انا عايزه اقول لك هنا برضو في اول الفيديو انا كنت ناقعه العدس بتاعي ونقع حمص الشام، لان حمص الشام والعدس من البقوليات، والبقوليات بالذات لازم تنقعيها. هتنقعيها قبل ما تعملي الكشري بساعه. ماشي، انا معايا بقى هنا الصلصه بتاعتي اللي هعملها حلوه كده بفصين توم حلوين، كنت دقاهم كده ومنعماهم او ضرباهم في الكبه. وهنزل عليهم بنص معلقه كزبره، واجي نازله عليهم بالصلصه. مش هحط في الصلصه بتاعتي خل لان هشتغل بالخل هنا. تعالي بقى اعملي شويه دقه بقى على النار كده على السخن كده. احلى شويه دقه هتخلي الكشري بتاعك في حته تانية. معايا برضو نص معلقه توم مطحون، وهحطه برضو في الزيت بتاعي وهديله تشويحه كده على النار، مع نص بقى معلقه كزبره ناشفه على معلقه شطه حلوه كده صغيره. وهشوحهم مع بعض وهنزل عليهم بالخل. ماشي. ونص يعني واقل من نص معلقه كمون كده صغيره. وهاجي ماسكه معلقتين صلصه واجي منزلاهم عليهم عشان دي هتبقى الدقه بتاعتي اللي على السخن. ماشي. تمام كده. تعالوا بقى نعمله دقه تانية بارده وهنعملوها بطعم تحفه برضو. همسك ميه حمص الشام وهعمل احلى دقه بارده بميه حمص الشام. هاخد برضو مغرفتين كده، وهاخد معلقتين كبار كده خل، هاخد شويه كزبره على شويه كمون على على نص ليمونه، على شويه شطه خفاف خالص كده. برضو دي دقه بس على البارد، مش دقه الحاميه بس، هي دقه كده تديكي نكهه. بس انا حطيت لها شعره شطه كده، او رشه شطه زي ما بقول. ماشي. تعالوا بقى نغرفوا الكشري بتاعنا بقى بالطريقه اللي انت عايزاها بقى. عايزه تحطي الرز تحت، تمام. عايزه تحطي المكرونه تحت، تمام، زي ما بتحبي. بصي بقى احنا هدرنا كام حله، اي نعم، بس بتاكلي كشري
احلى من المطاعم، تاكلي كشري ليه طعم حلو كده وهيعجب اولادك. وقرمشه بقى قرمشه البصله والدقه اللي عملناها بكذا كذا يعني على البارد وعلى السخن هتعجبك قوي. والهنا علشان احنا ايه نقعينه قبلها بساعه، ونقعنا حمص الشام. يعني كمان لو عايزه حمص الشام ما يغيبش معاكي، حطيه في ميه سخنه وسيبيه. ماشي. كون وصلتوا بقى معايا هنا للفيديو، ما تنسوش بقى تشتركوا معايا وتنوروني، تعملوا لايك حلو كده من ايديكم. ربنا يسعدكم يا رب. كل اللي يعمل لايك هدعي له ربنا يسعده ويهنيه. كل ايد عملت لايك او اشتراك ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب ويفرحكم. ماشي. عايزه اقول لكم البصل ده انا عاجبني قوي، البصل ده مقرمش قوي وجميل. كميه الزيت ما تقوليش ده ياما، لا انت كميه الزيت دي كلها هتشتغلي بيها حله الكشري دي كلها. ماشي. فما تستخسريش زيت، لانك هيطلع لك كميه حلوه وهيطلع لك طعم حلو. ماشي. كشري بقى، شويه كشري بقى من الاخر. ولا تقولي لي بقى مطاعم، ولا تقولي لي ده ولا ده، وحاجه غسلاها بايدك وحاجه عاملاها لاولادك حلوه، هتعجب اولادك قوي. والدقتين دول حلوين قوي. واشوفكم في فيديو جديد.